النهارده انا جايب لك سر بمليون جنيه هيفرق معاك في نمو قناتك بشكل كبير جدا، والموضوع ده انا جربته على قناتي سواء بالسلب او بالايجاب. وعشان ااكد صحة التجربة دي جربت ان انا اعكس الموضوع واشوف النتائج، وبالفعل بعد ما قناتي كان الريتش بتاعها عالي بدا الريتش يقل بشكل كبير. شفت بقى انا بعمل ايه في قناتي عشانك؟ ما تنساش بقى اللايك والاشتراك، ويلا بينا. في قنوات كده بتبدا على اليوتيوب الريتش بتاعها بيبقى معدوم، وبالرغم من مجهود صانع المحتوى لكن النتائج بتبقى ضعيفة جدا، وقنوات تانية بتعمل شغل كويس لكن نمو القناة بيبقى بطيء بشكل كبير. على العكس بقى في قنوات تانية تلاقيها لسه بادئة، اول فيديوهات بتنزل على القناة لكن بشكل غير متوقع الريتش بيكون عالي والمشاهدات بتيجي عالية جدا، وده اللي احنا دايما بنسميه البداية القوية. طب ايه الفكرة بقى وايه اللي بيخلي قناة الريتش بتاعها بيبقى واقع وقناه تانية حتى لو لسه بادئه الريتش بتاعها بيبقى عالي جدا؟ بكل بساطه يا صديقي هو الهيستوري بتاع القناه او تاريخ القناه. بص يا صديقي، عشان اوصل لك الموضوع بكل بساطه لازم تبقى عارف ان الخوارزميات اللي بتساعدك في شغلك واللي انت بتحاول انك تفهمها طبيعه فيديوهاتك عشان توصلها للجمهور الصح، هي نفس الخوارزميات اللي بيشتغل عليها برضو المشاهدين. مش بس انت كصانع محتوى، حتى المشاهدين عشان يبداوا يوصلوا للفيديوهات اللي هم عاوزينها الخوارزميات بتساعدهم على حاجه زي كده. فالخوارزميات دي هي حاجه واحده بتساعدك كصانع محتوى وبرضو بتساعد المشاهد. فعايزين نبدا الموضوع بقى من عند المشاهد. عايزك دلوقتي تعتبر نفسك مشاهد مش صانع محتوى خالص. لو جالك وقت مثلا انت بقيت مهتم فيه بالعربيات وبتتفرج على فيديوهات مراجعه للعربيات وجربت تقفل اليوتيوب وتيجي تفتحه تاني، هتتفاجئ ان اليوتيوب اتقلب كله فيديوهات للعربيات. لو اتفرجت على فيديو هتلاقي الفيديو اللي بيجي بعده تلقائي برضه فيديو للعربيات، هتلاقي الاقتراحات اللي بتظهر لك برضه فيديو للعربيات. اذا طريقه عمل الخوارزميات للمشاهد هي بتسهل له او بتقترح عليه الفيديوهات اللي هو مهتم بيها الفتره دي، بتشوف سلوكه ايه وتشوف هو بيتابع فيديوهات ايه الفتره دي وتبدا تقترح له بقى وتزق له فيديوهات حتى لو فيديوهات قديمه، لانها بدات تعرف اهتماماته ايه. عشان كده السر اللي مش ناس كتير تعرفه انك عشان تعرف الخوارزميات طبيعه المحتوى بتاعك وتبدا تجيب ريتش عالي للقناه حتى لو انت لسه بادئ، لازم تستخدم القناه بتاعتك او الحساب بتاعك انك تتفرج على فيديوهات من نفس المحتوى بتاعك، او مش شرط نفس المحتوى بس تكون فيديوهات لها علاقه بالمجال عموما. يعني لو انت ناوي تعمل فيديوهات ترفيهيه اتفرج على محتوى ترفيهي ايا كان ايه هو، مش لازم نفس المحتوى بتاعك. ومش بس تتفرج على فيديوهات، انت كمان لازم تتفاعل سواء بقى اشتراكات لايكات تعليقات، وما تتفرجش على اي فيديوهات لها علاقه باي محتوى تاني، بس المحتوى اللي انت هتبدا فيه. وتبدا تستخدم الحساب بتاعك بالشكل ده كذا يوم ورا بعض. بالشكل ده انت عرفت الخوارزميات اهتماماتك وبدات توجهها للمحتوى اللي انت مهتم بيه والمحتوى اللي انت هتشتغل عليه. عشان كده لو انت تلاحظ القنوات الفيديوهات بتاعتها بتجيب مشاهدات عاليه حتى لو اول فيديو بيبقى فيه دايما سمه مشتركه ما بينهم ومش الكل بياخد باله منها، وهي ان تاريخ القناه دي بيكون تاريخ قديم. يعني ممكن القناه دي تكون معموله مثلا من 5 سنين لكن صانع المحتوى ما كانش شغال على اليوتيوب ولسه بادئ يعمل فيديوهات. وعشان طبعا انت لسه عامل قناه جديده ما عندكش قناه معموله مثلا من 10 سنين، فانت لازم تعمل اللي انا بقول لك عليه وتتابع قنوات بتتكلم عن نفس المحتوى بتاعك. وخلي بالك كمان ان اليوتيوب مش بيبدا يفتح الريتش على القنوات الا لما يثق في الحساب ده، وده بسبب ان في حسابات وهميه بتتعمل، حاجات سبام، مشاكل كتير بيتعرض ليها اليوتيوب. فعشان كده بدا ان هو يقفل الريتش او يضيق الريتش على القنوات وما يفتح لهمش الطريق الا لما يبدا يثق فيهم. واقرب طريق تكسب بيها ثقه الخوارزميات او اليوتيوب هو الهيستوري، يكون الحساب بتاعك ده انت اتفرجت منه على فيديوهات كتير وكمان اتفعلت، وبكده انت اثبتت لليوتيوب ان الحساب ده هو حساب طبيعي وبشري، والممارسات او السلوك اللي بيتم على الحساب ده ما فيهاش اي شبهات نهائي. عشان كده هتلاقي اليوتيوب في البدايه مش بيبخل عليك بالريتش خالص. بس خلي بالك في ملاحظتين. اول ملاحظه، بلاش تتفرج على محتويات ملهاش علاقه بالشغل اللي انت هتعمله. يعني ما ينفعش تبقى انت فاتح الحساب بتاعك او بتاع القناه اللي انت هتشتغل عليها وفاتح مثلا اغنيه بتسمعها، فاتح سوره قرانيه بتسمعها، لانك بالشكل ده انت بتوجه الخوارزميات غلط. خلي بس القناه بتاعتك دي الفيديوهات اللي انت بتعملها والفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها كلها في نيتش واحد او في فئه معينه، ما تطلعش براها. الاستخدام الطبيعي بقى انك تشغل اغنيه، تشغل قران، تشغل فيلم، تتفرج على فيديوهات ترفيهيه، ده يكون من حساب مختلف. الملاحظه الثانيه بقى، الكلام اللي انا بقوله ده كله ليه شرط واحد، ان يكون اصلا الفيديو بتاعك معمول عليه شغل، يعني متصور بشكل مقبول، الصوت بتاعك مقبول، المحتوى بتاعك كويس، يعني فيديو قابل ان هو ينجح. عشان ما تروحش تطبق اللي انا بقول لك عليه وانت اصلا جايب فيديو معاد استخدامه او عليه حقوق ملكيه وتقول لي الطريقه بتاعتك ما بتنفعش. لكل مقام مقال. وبالمناسبه في ملحوظه مهمه قوي ملهاش علاقه بموضوع الفيديو بس لازم اقول عليها لان كل فيديو ببقى عايز اقولها بس بنسى. الوصف يا جماعه بتاع القناه
وصف القناه. اليوتيوب طالب منك في الوصف انك تشرح القناه بتاعتك دي هتتكلم فيها عن ايه. يعني هتعمل فيديوهات عن الكوره، اكتب فيها انك مهتم بالكوره وهتقدم فيديوهات عن الكوره. فيديوهات عن الطبخ، هتكتب فيها انك هتقدم وصفات سريعه. هتقدم او هتقدمي فيديوهات للطبخ، اكتبي في الوصف انك هتعملي وصفات سريعه او قناه مهتمه بالطبخ، ويكون الوصف بتاعك واضح وصريح عشان الخوارزميات تبدا تفهم المحتوى بتاعك ده بيتكلم عن ايه اصلا. بلاش تضيع اول سطرين في الوصف اللي هم اصلا اهم سطرين واللي الخوارزميات بتبص عليهم عشان تبدا تصنف القناه بتاعتك، في انك تكتب كلام مالوش اي لازمه، تكتب هاشتاجات. الكلام ده كله ما ينفعش يتكتب في الوصف. وبس كده، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.